أنشيلوتي أعاد رسم الرياض، إنها واجهة الملوك الجديدة. حرك أقلامه في الكتابة العاشرة التي استعصت حتى في نطقها على من سبقوه، فتحدث بها تتويجا وبسلاسة. لا ديثيما لم تحجب عنه هزيمة بداية الموسم، ما كان يخطط له سرا، والشيء الوحيد الذي جهر به هو الهدوء تدريبا وتعاملا، فأطفأ كل ما كان مشتعلا في غرف الملابس مستأها حتى لقب بالنار الهادئة. قدرته على التأقلم برزت من خلال فرض طباعه على اللاعبين بعد تفكيكه للتصادم الذي كان حاصلا في البيت الملكي على مستوى حراسة المرمى. ريال مدريد وعلى لسان الكثيرين احتاج لمدرب كان لاعبا، فنال الألقاب محليا وأوروبيا وبصبغة عالمية، ووصلت نسبة فوز الفريق تحت قيادته إلى ما يقارب 80%. نسب نجاح أنشيلوتي حولت السهم إلى أن ما فعله غوارديولا في بداياته مع برشلونة وطرقه باب السداسية قد يعيد الإيطالي طرقه إذا واصل على النسق نفسه. وقد يحدث التقويم الرياضي المنسوب لبرشلونة بيب، فحتى ريال مورينيو لم يسلم من المقارنة، فما يفعله أنشيلوتي رفقة فريقه دفع الكثيرين إلى خلق خانات المناظرة بين الحقبتين. والخلاصة تقول الفرق بين أنشيلوتي ومورينيو يكمن في أن سبيشال وان كان الاستثنائي، أما كارلو فجعل من الريال استثنائيا. كارلو أنشيلوتي فاز ب37 مباراة من أصل 50، محطما رقمه السابق مع تشيلسي بفارق مباراة واحدة والباقي في الانتظار. ولم ينتظر رئيس النادي بعد النتائج المحققة من قبل الإيطالي للتصريح بأنه يريد أن يجعل من أنشيلوتي فيركسون الجديد، لكن في أعراف كرة القدم من يحدد صفة السير أليكس الجديد هي النتائج، وإن كانت حاليا تميل برأسها نحو الإيطالي، والتصديق في القادم. كان الاستثنائي، أما كارلو فجعل من الريال استثنائيا. كارلو أنشيلوتي فاز ب37 مباراة من أصل 50، محطما رقمه السابق مع تشيلسي بفارق مباراة واحدة والباقي في الانتظار. ولم ينتظر رئيس النادي بعد النتائج المحققة من قبل الإيطالي للتصريح بأنه يريد أن يجعل من أنشيلوتي فيركسون الجديد، لكن في أعراف كرة القدم من يحدد صفة السير أليكس الجديد هي النتائج، وإن كانت حاليا تميل برأسها نحو الإيطالي، والتصديق في القادم. من يحدد صفة السير أليكس الجديد هي النتائج، وإن كانت حاليا تميل برأسها نحو الإيطالي، والتصديق في القادم. والتصديق في القادم.